السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الكابتن، عاملين ايه؟ معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح، والنهارده هندردش شويه كده مع بعض على بطولة شامبيون شيب فاينل الدوحة. بطولة الدوحة اللي هي شغالة دلوقتي يا جماعة، والفيديو ده مش هيبقى يعني على بطولة الدوحة بس، احنا هنقول نقاط فنية هتفيد كل ابطالنا الجداد اللي لسه بادئين معايا كده بيتعلموا كده كونتر وسبين، والناس حابه تتابعني عشان احنا بنعمل محتوى تنس طاوله وعايزين نتعلم واحده واحده كده. والناس برضو اللي هي بتلعب، الشباب الصغير اللي هو ايه لسه ما عندوش خبرات في البطولات وكده. وبرضو لو انا قلت حاجه ممكن تنفع المحترفين يبقى ده توفيق من عند ربنا يعني. اول حاجه الفار، طبعا دي مش اول بطوله يطبق فيها الفار، بس يعني ال بيستعملوه كتير قوي، وفي ناس بيبقى عندها حق في استعمال الفار ده مبدئيا كده. بعض النقاط اللي جت، الكرة في الارسال، في ابطال عالم اتحسب عليهم فولتات كتير جدا. بيبقى هما بيعملوا تشالنج، تحدي على الارسال مثلا. ممكن الحكم ما هو شايف ان الكرة فولت، واللاعب اللي هو هيستقبل شايفها فولت، واللاعب اللي بيلعب مش شايفها فولت. فاللاعب بيطلب تشالنج، تحدي، انا عايز ابص على الكوره. زي مورجارد مثلا، مورجارد اتحسب عليه كذا مره فولت في الزوجي وفي الفردي. الكوره ساعات هو بياخدها لورا، اما هم جم يعملوا الفار فالكوره بيحدد لك الزاويه بتاعت انحراف الكوره. لو هي عدت 30 درجه كزاويه بتتحسب فولت. تمام، اتفقنا كده. فكل ما حد بيعمل تحدي على حد بيكسب عليه البوينت. من الحاجات برضو اللي انا لاحظتها في ابطال العالم يعني كمان، يعني مش ناس مبتدئين زينا كده او ناس لسه بيتعلموا، ان لما حد بيتحسب عليه فولت ما بيعرفش يلعب لعبه. حاجه غريبه جدا، ان مثلا هو متعود مثلا يلعب الكوره كده، يلعب الكوره كتير جاي مدور الكوره جامد مثلا، انت فاهم؟ فما يتحسب عليه فولت مثلا فيبتدي يرفع الكرة بطريقة هو مش متعود يرفع عليها، مع ان هو اكيد بطل عالمي وبطل في دولته ومصنف على مستوى العالم. فاكيد يعني المفروض ان حاجة زي دي ما تهزهوش او ما تغيروش من دورانه او لعبه في الارسال بتاعه. في بعض الخبرة كده لاحظتها عند ابطال الصين. في لعيبه صينيه بتفرج انا تقريبا اتفرجت على كل المباريات بتاعت بطوله الدوحه دي، قاعد لها. ففي لعيبه صينيه كانت بتلعب تقريبا بطله من المانيا، اعترضت عليها. كانوا تقريبا 3-3 وبيلعبوا الشوط السابع الفيصل يعني. جت اعترضت في توقيت مثالي جدا، 3-3 في اللجام و3-3 في النقط في الشوط السابع، فاعترضت انه فولت. فالحكمه طلبت تشالنج، ركبت السماعه كده تشالنج مش عارف ايه، هنشوف فاتحسب فولت على اللاعب. التايم ده اللاعبه الالمانيه كانت بتلعب حلو قوي وشغاله كويس جدا في الدورانات، غيرت وقفه ارسالها لكده، بقت بترفع الكره كده عشان ايه؟ تدور. بقى الدوران مش بيجي بالكواليتي بتاع ده، مع ان يعني انت لو اتعودت ودربت نفسك ان انت ما تبقى موطي كده وترفع الكره ايدك بره الطاوله، انت ممكن تخش بكوعك جوه الطاوله عادي، بس الكره تبقى بره الطاوله والكره طالعه مستقيمه، وممكن انحراف خفيف. يعني كالدرانو اهو، شوف الكره انحرفت قد ايه، بس على ايه؟ مسافه طويله، مش ان انت جاي واخد الكره لورا على طول او ماشيه كده على طول. ده فولت مليون المية يعني، ده كده فولت. انا هرفع الكره كده، ده فولت. الارسال ده فولت. لو انا عملت انحراف بسيط جدا ورفعت الكرة فوق ما بتتحسبش فولت لان الكرة واضحة. الفولت برضو يا جماعة من الحاجات اللي انا لاحظتها ما كنتش واخد بالي منها، الكرة طالعة مستقيمة بس انت داريت بكتفك حتة من الكرة قبل ما تلمس الكرة بالمضرب، فولت، يتحسب عليك فولت. احنا بنعرف القوانين عشان احنا عايزين نبني على اساس. احنا ما عايزين نتدرب تنس طاولة ونبتدي نتعلم، عايزين نبني على اساس، فمش عايزين نعمل حاجة غلط. انت على قد ما تقدر وانت قاعد مع زميلك برفع الكوره عادي وادور الكوره، او هلعب مثلا كوره اهي، يبقى انا ايه؟ بدور الكوره. لو هعمل كوره باك سبين، يبقى دي من بعض النقاط اللي انا ايه اللي انا حبيت اكد عليها ونقولها للشباب اللي صاعد والواعد بتاعنا انه ياخد باله منها. الارسال
ما اخبيش وانا برفع كوره، ما اخبيش بكتفي حته قبل ما المس بالمضرب، ما اعملش كوره لورا كيرف جامد معدي 30 درجه زاويه، يعني 30 درجه. ما احدفش برده كوره بعيد، لازم تطلع مستقيمه وايديا بره الطاوله. ما ينفعش ياما نشوف في الرواد والكوره كده، وفي ناس يلعبوا الكوره كده يا باشا، وبعد كده يقول لك اصل انا بدات ارفعها من هنا. لا، ما تحطليش الكوره كده، ما تقف كده وعود نفسك ان انت وقت ما تيجي تلمس الكوره وتدور ان انت جاي ايه، كوره بره طالعه مستقيمه. طبعا برضو لازم ناكد ان الكوره ترتفع ازيد من 20 سم ارتفاع لفوق، ما حدش بقى ايه يعمل كده، ده فولت طبعا اكيد طبعا. الكوره ما طلعتش ما علتش، لازم من ضمن مميزات اللعبه واللي خلت اللعبه حلوه ان الكوره تبقى باينه والدوران يبقى باين، الناس تتعامل معاها ويحصل استمراريه على الطاوله، ضربه بضربه وسبن بسبن، وتبقى الحياه بامبي والضربات زي الفل زي السكينه في الحلاوه كده. دي حلاوه البنج، فاهم؟ اللي يغلط بقى في ارسال ماشي، الارسال صعب ماشي، مفيش مشكله، ما هو اكيد انت هتقابل لازم تبقى انت فاهم النقطه دي كويس. برضو من ضمن الحاجات اللي اتعملت عليها شالنج التاتش. لينش دونج كان بيلعب النهارده مع باتريك تقريبا في الجيم الاولاني 8-8. لينش دونج بيلعب، الثاني لعب ارسال فصداه، فالكره جت وانحرفت، جت تاتش وخبطت في بوز الطاوله. الكره دي اللاعب صمم يعمل تشالنج، فالحكم قال لي تشالنج. الحكم كان حسب البوينت لينش دونج، ولينش دونج اعتذر للاعب كمان، رفع له ايده، انا اسف الكوره جت تاتش معلش يا ابو الصحاب، الكوره جت تاتش يا ابو الصحاب معلش، والتاني مش مقتنع. ففي حاجه جديده برضو في القانون انا ما كنتش واخد بالي منها، اما عملوا تشالنج على الكوره اللي جت تاتش بيقول لك ان الكوره لو خبطت في بوز الطاوله يعني ايه، بس تحت الجزء التحتاني ازيد من 50%، يعني الكوره اما هم جم يحللوها في التاتش، الكوره جت تاتش خبطت في بوز الطاوله وانحرفت، مش جت في الحديده، مش لازم تيجي في الحديده. احنا عندنا مجرد ما تلمس كده خلاص تاتش، لا ما هيش تاتش، مش تاتش يا ابو الصحاب. بس احنا عندنا طبعا عشان ما فيش فار فهتمشي تاتش، عندنا كل الحكام هيمشوها تاتش. انما الكره لينش دونج جابها 20% فوق الطاوله و80% تحت، او تقريبا 30% فوق و70% تحت. فالحكم الفار قال ان الكره بره اوتسايد، واتحسب البوينت للاعب الثاني بدل 8-8 بقى 9-7. فدي برضو من الحاجات اللي انا حبيت اوضحها كل اللعيبه سواء جديد مبتدئ، الناس اللي لسه بتتعلم، احنا عايزين نبني على اساس بس الحته دي مش هتمشي عندنا قوي لان احنا ما عندناش فار، مجرد ما لمست وانحرفت كده خلاص تاتش، مش هتمشي يعني ازيد من كده. برضو انا بحب اشيد بجميع اللاعبين المصريين، منتخب مصر ادى اداء عالي جدا. كابتن هنا جوده طلعت من على ايد اللاعيبه الصينيه المصنفه الثالثه او الرابعه تقريبا. اعذروني الانجليزي بتاعي لسه، بس طول ما انتم بتدعموني وطول ما انتم واقفين معايا انا هتحسن، هتلاقوني هتحسن في نطق اسامي اللعيبه. انا تقريبا لما بمنتج فيديو شورتس ببقى وسط الشغل عندي وببقى مستعجل ومش بقرا الاسم كويس، مش بسمعه كويس، فبقول الاسم يعني ايه كده من القرايه اللي هي التعبانه يعني. بس واحده واحده كده ودعمكم ليا ان شاء الله هتشوفوا اداء عالي في المستقبل، وان شاء الله هنتغير مع بعض. يعني انا من ساعه ما بدات موضوع القناه ده وبدات اتكلم عن الشرح انا ذات نفسي استفدت، مش مجرد ان انا بفيدك، انا بحاول افيدكم على قد ما اقدر. وحتى ان شاء الله يعني ارباح القناه لو ان شاء الله ربنا اراد وبقى في ارباح هتبقى كلها ان شاء الله للعبه، وان انا اطور بيها اللعبه والولاد الصغيرين هنا، ونعمل جيل صاعد، وهيبقى فيه هدايا للمتابعين، وهيبقى فيه ان شاء الله اعمال خيريه نعملها مع بعض ان شاء الله. فيعني ان شاء الله انتوا تساعدوني وانا اساعدكم، وهنعمل شغل جامد جدا مع بعض. فانا كنت دلوقتي برجع اقول معلش نطق اسامي اللعيبه الانجليزي لسه مش احسن حاجه ماشي. فانا بأشيد باللاعبين المصريين خاصه الكابتن هنا جوده، البيالي، يوسف عبد العزيز، عمر عصر كان ممكن يكسب ماتشات، احنا في الماتشات اللي خسرناها 4-3 دي كابتن يسرى حلمي، احمد حلمي، لعيبه مريم الهضيبي، كان في ماتشات ممكن تيجي يا شباب، يعني في ماتشات احلى، وانتوا عندكم بنج احلى من كده، بس انتوا ما شاء الله يعني انتوا بقيتوا تلعبوا مع اي حد في العالم يا جماعه،
ما بقاش في حاجه اسمها سبن ما يتشافش او كوره عادي، عادي جدا. ايه المشكله؟ كوادري ارونا النهارده انا نزلت فيديو قلت يعني انا لو لعبت سيد لاشين اكيد هيظبطني. فهو كان عامل زي كده كأن انا بلعب سيد لاشين بالظبط. هو كان بيلاعب كالدرانو ما خللوش الكور صاروخ، مع انه هو لاعب معاه ماتش السنه اللي فاتت. السنه كوادري زي ما هو من السنه اللي فاتت للسنه دي، كل ابطال العالم مستواهم بيزيد بسرعه الصاروخ. الناس بتتمرن فتنس واحمال واساتك وتعبين نفسهم وبيروحوا معسكرات وي. الناس مستواها زايد جامد جدا. اللعيبه الصينيين النهارده وانج تشوشين اللي اتفرج على الماتش بتاعه بيصرخ بعد الماتش. كان بيلاعب سيمون جازي يعني الفرنساوي، كان احرجه. الراجل كان بيخش يعمل سايد في الارسال بتاعه يحطه له في حته ما كانش بوانج تشوشين بيرجع رجله ما يعرفش يتحرك، يروح يجيب الكوره من سرعتها والسايد بتاعها. غلبه وطلع 3-4 صرخات كده في الاخر. شوف الشورتس كده اللي انا منزله، حتى تلاقوا كلامي ده يعني انا منزل الحته دي. كل ابطال العالم ما عدا لين شيدونج لسه ما قابلش ماتش جامد قوي. هيلاعب ليانج بكره مواطنه معاه في المنتخب، ماتش جامد جدا. هم دايما بيعملوا مع بعض ماتشات حلوه، فاهمين لعب بعض يعني. فاللاعيبه المصريين اثبتوا ان احنا ممكن نلعب بينج مع اي حد في العالم يا جماعه. حاجه كويسه جدا. الكابتن يوسف عبد العزيز والكابتن محمد البيع اللي لسه مكملين في البطوله. طبعا ان شاء الله هيلعبوا بكره، ممكن يكون الفيديو بندعي كده ان شاء الله اللاعبين بتوعنا ان شاء الله يعملوا اداء عالي واداء راقي، وهم يستحقوا الصراحه. برضه انا بتكلم على كالدرانو السنه اللي فاتت لما كوادري لعبوا، كالدرانو في حته ثانيه دلوقتي، كسب كاس العالم الاخراني، وهو فعلا الوحيد اللي ممكن من وجهه نظري يهدد اللعيبه الصينيين الاوائل، يهدد عرش الصين في تنس الطاوله. ممكن لو عملها البطوله دي كمان يبقوا بطولتين ورا بعض. الصين عايزه وقفه بقى مع نفسها، بس هي مش هتفرق كتير لان اللعب بقى مكشوف. اللعب دلوقتي على المكشوف. واللي حاجه حابب اقولها لكل ابطالنا واقولها لنفسي نصيحه يعني، بالذات في البنج. يعني انا ممكن بكتشف حاجات جديده كل ما اتفرج والعب مستويات عاليه، واتفرج على بنج عالي والعب مع ناس احتك بيهم مستويات عاليه. لازم انا العقليه بتاعتنا تتغير. مش مجرد ان انا العب بوينت حلو وابقى فرحان بنفسي، لا، انا لازم امسك على البوينت، لازم ان انا احافظ على كل كوره، اتحرك لها، اجتهد، اتدرب على نفسي، اشتغل على نفسي فتنس، محتاج انقص وزني. يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله كده شويه كده وهتلاقوني دخلت في الطبخ. طبخ يا كابتن، احنا هنعمل فيديوهات على اكل صحي، ازاي اعمل نقصان الوزن، ازاي ننزل بوزننا، ازاي نشتغل فتنس. فهتلاقوني بعمل اكلات خفيفه، اكلات صحيه. هكلمكم عن الهرم الغذائي، هكلمكم على يعني ده اللي جاي. يعني ده انا محضر، انا الداتا، بحضر الداتا بتاعته عشان اشتغل معاكم، انتوا تساعدوني وانا اساعدكم. انا كل ما نتكلم في حاجه انا بستفيد من تعليقاتكم كمان. يعني التعليقات بتجيني انا بستفيد. الناس يقول لك يا كابتن انت ما قلتش دي الحته دي، في معلومه هنا يا كابتن، في ما اعرفش، في انا بستفيد وبقبل النقد. انا مش بزعل من حد، اي حد، حتى والله اللي عامل في اي حد حبيبي، انا مش بزعل من حد خالص. ماشي، انتوا فاهمين النقطه دي عشان برضه نحط نقط على الحدود. لان مره واحد اعطاني تعليق كده عادي، انا ما زعلتش منه والله. لو هو نقد لاذع او ممكن مش بناء، يعني ممكن يكون نقد كمان مش، والله ما زعلت منه ولا هقطمه، ولا ممكن يكون هو ما شافنيش، ممكن ما يتفرجش على الفيديوهات اللي انا بشرح فيها فيقول طالما انت بتمارس اللعبه. لا، انا بمارس ومعايا دوره المدربين الحمد لله بدرب. وانا يعني برضو من الحاجات اللي انتم ما تعرفوهاش عني، اما اجي احكي قصه حياتي في تنس الطاوله، لان هعمل سلسله مش ليا لوحدي، الابطال ياما بيلعبوا تنس طاوله. انا 15 سنه مدرب كاراتيه. ازاي انتقلت من لاعب بلعب دوري ممتاز الف كاتا كاراتيه للاعب بحاول ابقى لاعب ممتاز به تنس طاوله؟ الموضوع مش سهل ان انت تنقل من هنا لهنا وتتمرن وتغير نشاطك كله من لعبه كلها ضرب وعنف وكاتا وان انت لاعب ممتاز الف تلعب مع نادي اهلي ونادي، للاعب ممتاز به انت بتحاول في سن كبير. يعني انا بستمد منكم العزيمه والطاقه وبحاول اوصل لكم ده، وبحاول ان انا اتعلم منكم وانتوا تتعلموا مني، وبحاول افيدكم. وان شاء الله هنوصل ده مع بعض. ان شاء الله اللعيبه اللي متابعاني الجداد اللي لسه بداوا معايا 2 يتمرنوا مع بعض، عشان تمرين البنج غالي، البرايفت غالي. احنا بنتدرب بكور ممكن 100 كوره في التمرين، فالكور غاليه، فاهمين؟ فعشان كده تدريب البنج غالي. انا بحاول ارخصه هنا للشباب على قد مستوى المعيشي هنا في البلد.
بس في القاهره واسكندريه البنج غالي، تدريبه غالي. نرجع تاني للدوحه يا جماعه. الماتشات اللي جايه ماتشات قويه جدا، وانا بحاول انقل لكم الاخبار والمفاجآت اللي بتحصل في البطوله، وان شاء الله خير. ابطالنا بكره هيلعبوا الصبح، يوسف عبد العزيز والبالي هيلعبوا زوج جامد جدا. وهي البطوله بدات تسخن بقى، يعني من اول دور دخلنا دور الثمانيه. برضو في فيديوهات انا قلت ده وصل دور الاربعه، لا معلش كنت غلطان. في راوندات تانية، ايفنتات تانية، حاجات دخلوا دور الاربعه. بس احنا في الرجال كانوا بيلعبوا دور ال 16 دخلوا دور الثمانيه. بكره بقى دور الاربعه، هيلعبوا دور الثمانيه على دخول دور الاربعه. ماتشات جامده جدا، وكل الماتشات اللي جايه جامده جدا. وانا اتوقع برضو ان اللي هيفوز بالبطوله دي مش صيني، معرفش ليه، يعني حاسس كده ان في مفاجآت، سواء كالدرانو او حد تاني هيعملها. بس يعني ايه، ادينا مع بعض وهنتفرج مع بعض على البطوله، ويا رب تكونوا استفدتوا بالكلام اللي انا قلته واللي حصل في البطوله، وان احنا يعني بقينا بنلعب بينج. نقطه سريعه كده، البطل ما يزيدش عنك حاجه، لا زياده رجل ولا زياده ايد. انت بتشوف البطل بيعمل ايه، بيتدرب كام ساعه، بيتدرب زيه، بيتدرب فتنس احمال، بيعمل معسكرات تعمل زيه. طالما انت عايز تبقى بطل زيه وعايز تكسبه، العمليه ما هي الصعبه. تنس الطاوله طالما انت تعبت واجتهدت واتمرنت، عندكم بنيامين اهو بتاع ايران عمل ماتشات عالميه، وكان الماتش اللي خسره ده كان ممكن يكسبه كمان، ولسه سنه صغير 15 سنه 15 سنه، ودلوقتي داخل وبيلعب بطولات مع ابطال العالم. مفيش مشكله، طالما انت بتجتهد وتتمرن وتأدي وتعمل اللي عليك، انت ممكن تبقى بطل زيه. هو مش احسن منك، لا زياده رجل ولا زياده ايد ولا اذكى منك ولا مخه. كل ده بيجي، كل ده بيجوا، واديكوا شايفين اهو. كان في ناس السنه اللي فاتت في حته والسنه في حته ثانيه، وكل ابطال العالم مستواهم بيزيد. الناس بتتمرن وبتتعب نفسها، واي حد ممكن يتدرب على حاجه جديده ويتدرب طريقه جديده. البنج مفتوح للجميع. الكره عدد لا نهائي من الدورانات يا جماعه، الدائره فيها عدد لا نهائي من النقاط، دور من هنا، دور من هنا، دور من هنا، دور من هنا، تعمل هنا، تعمل دروب شوت، تعمل كل حاجه. كان معكم الشاعر الرياضي احمد صلاح، ومساكم بينج بونج.